السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة من قناتكم بي كوين. في حلقة النهاردة قلنا بقى نخرج بره الأجهزة التقيلة شوية ونتكلم على الأجهزة الصغيرة، وبرضه هتكلم على سؤال جالي الفترة الأخيرة: إيه الأفضل بين سندوتش ميكر تورنيدو وسندوتش ميكر بلاك أند ديكر؟ فاحنا في حلقة النهاردة هنتكلم عن مميزات الاتنين سندوتش ميكر، وهنتكلم برضه عن عيوبهم، وهقول لكم في نهاية الحلقة رأيي الشخصي وأنه الأفضل فيهم. كنت برضو عامل حلقات سابقة عن سندوتش ميكر كنود وسندوتش ميكر سوكاني وسندوتش الميكر اللي هو بيكون 7 في 1، وانتوا بتشتركوا في القناة هتلاقوا حاجات كتيرة جدا عن السندوتش ميكر. ولو في حد عايزني اعمل ريفيو برضو عن منتج معين يتواصل معانا من خلال التعليقات او من خلال صفحتنا اللي موجودة في صندوق الوصف. فلو الفيديو عجبك ما تنسيش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس يوصلك كل حاجة جديدة. احنا قناة مهتمة بالوقت الأجهزة المنزلية، فلو حد عايز ياخد اي فكرة عن اي منتج يتواصل معانا على طول. يلا بينا عشان ما نطولش عليكم ونشوفوا معانا ايه النهارده. بي كوين مش بس متخصصة في مراجعة الأجهزة المنزلية، لا وكمان متخصصة في العناية بالشعر والبشرة. بنعمل تركيبات لجميع مشاكل الشعر. التركيبة مكونة من زيوت طبيعية وفيتامينات معالجة، والنتيجة مضمونة بنسبة 100%. وده مش رأينا احنا، ده رأي كل اللي استخدموا تركيباتنا. تواصلوا معانا خلال الواتساب وقولنا مشكلتك واستلمي المجموعة المناسبة لشعرك. خصم خاص على مجموعة الهير ماسك لجميع عملاء بي كوين. هنبدأ معاكم دلوقتي بمميزات سندوتش ميكر تورنيدو العربي. أول حاجة معانا فترة الضمان، قطع غيار بتكون متوفرة في التوكيل بشكل دايم، بيكون معاه ضمان لمدة سنة من شركة توشيبا العربي. بيكون ضمان توشيبا ولا ميراكو ولا ميديا. الموتور بتاعه بيكون قوي جدا وعالي الكفاءة، بيكون 700 واط. طيب حد يسألني هل في أكبر من 700 واط؟ أيوه في 1200 واط. طيب هل ال 700 واط بيفي بالغرض وشغال كويس؟ هو أيوه شغال كويس جدا. الساندوتش ميكر اللي معانا برضو بيكون فيه شريحة الوافل، وبرضو بيكون فيه شريحة للجريل، ممكن نستخدموها في الشوي، بس هي في الحقيقة مش بتبقى عملية زي الشواية الكهربائية. بتكون مصنوعة من مادة غير لاصقة وسهلة جدا في التنظيف، وممكن تخش غسالة الأطباق. بيكون سهل جدا في الاستخدام وفي تشغيله، وبيكون ليه 4 قواعد عشان يثبت على الرخامة. نيجي بقى نتكلم عن عيوب ساندوتش ميكر تورنيدو ال 700 واط. اول عيب هو استهلاكه العالي للكهرباء، وده سؤال كان بيتسالني من ناس كتيره جدا: هل هو بيستهلك كهرباء ولا لا؟ هو بالفعل بيستهلك كهرباء كتيره جدا. تاني عيب معانا بيكون بطيء شويه في التسخين، بالذات في صنع الوافل بياخد وقت كبير جدا عبال ما يسوي العجين. نفس الموضوع برضو بالنسبه للشوي. تالت عيب فيه بيكون صغير في الحجم شويه، على عكس ال 1200 واط بيكون حجمه كبير شويه. وكمان في بعض الناس اشتكت من ضعف جودة التسخين، رغم انه بيكون برضو بطيء برضو بيكون ضعيف. في برضو بعض الشكاوى بتيجي منه ان المقبض بتاعه ساعات بيتعرض لسخونة، فمش بيكون امان بشكل كبير. ده كده بالنسبة لأبرز عيوب سندوتش ميكر تورنيدو ال 700 واط. نيجي بقى نتكلم معاكم عن سندوتش ميكر بلاك اند ديكر. افضل موديل في بلاك اند ديكر بيكون 1400 واط. حجمه كبير، ممكن نحطه فيه لحد 4 سندوتشات، بس مش 4 سندوتشات كبار، برضو بيكونوا صغيرين متوسطين الحجم. الجريل بتاعه ممكن نشوي عليه، مش زي سندوتش ميكر تورنيدو بيكون ضعيف شوية في الشوي، بس برضو مش هيدينا نفس اداء الشواية اللي برضو كنت عامل عنها حلقة سابقة قبل كده عن افضل شوايتين موجودين في السوق، تظهر جنبي في علامة الاي. موتوره بيكون قوي 1400 واط، ده حاجة كبيرة جدا، فده بيكون سريع معانا في الاستخدام ومش بطيء في التسوية. برضو بيكون مقاوم للالتصاق وسهل جدا في الفك والتركيب، ونقدر نستخدموه ونحطوه في غسالة الأطباق. ده كده بالنسبة لمميزات سندوتش ميكر بلاك اند ديكر. نتكلم بقى معاكم عن العيوب. أول عيب والناس اللي بتشتكي منه كتير إن هو مش بيكون فيه وش الوافل، بيكون جريل وسمبوسة، يعني سندوتشات وشوي بس، على عكس تورنيدو اللي بيكون فيه الوافل. حجمه كبير وبياخد حيز للتخزين. تالت عيب هو ارتفاع سعره، بيكون عالي جدا عن تورنيدو العربي، ده بسبب ان هو بيكون 1400 واط وبسبب ان هو بيكون انجليزي تجميع الصين. كمان معانا ارتفاع سعر قطع غياره، وانها مش بتكون متاحة في التوكيل، ووزنه بيكون تقيل نسبيا. كل ده بجانب استهلاكه العالي للكهرباء. فلو العداد عندكم على كارت بلاش سندوتش ميكر اصلا. هقول لكم بقى ايه الافضل فيهم. في الحقيقة هو سندوتش ميكر بلاك اند ديكر بيكون افضل بمراحل من تورنيدو كخامات وكسرعة في التسخين، بس مشكلته ان القطع الغيار بتاعته بتكون قليلة شوية في السوق، بس هو مش بيجي منه اي مشاكل، يعني هو بتاع العمر الطويل. فلو حد هيخيرني بين بلاك اند ديكر او تورنيدو فانا هقول له هات بلاك اند ديكر.
لانه بيكون مستورد وعمره الافتراضي اطول من تورنيدو. مش هنتكلم معاكم عن اسعار لان الاسعار كل يوم بتكون في حال، فلو حد عايز يسالني عن سعر موديل معين يتواصل معانا في التعليقات واحنا هنرد عليه على طول. وكده يكون خلصنا معاكم حلقتنا النهارده. يا رب تكون الحلقه عجبتكم واشوفكم حاجه جايه كتيره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.